ازاي تم وزن اول كيلو جرام في التاريخ؟ قصة الاختراع اللي غيرت العالم. في البداية خلونا نوضح ان الاوزان بشكل عام ما ظهرتش فجأة من العدم، فالكيلو جرام اللي بنستخدمه دلوقتي جه من محاولات كثيرة جدا من البشر دامت لآلاف السنين، وعلى مر العصور بقى واحتياج الانسان للمعاملات التجارية والمقايضة وتبادل السلع كان لازم يكون في نظام نقدر من خلاله نعرف قيمة الحاجة اللي في ايدينا دي، والا مش هيكون في معاملات بشكل سليم، وبالتالي كان لازم يظهر وحدة ثابتة للأوزان ويلتزم بيها كل الناس. وعلشان كده هنلاقي كل الحضارات القديمة كان ليها وحدات معينة بتستخدمها علشان يخلصوا العملية دي. في الحضارة المصرية القديمة كانت الأوزان معروفة خلال فترة المملكة القديمة نفسها، وكمان قبل عصر الأسرات، لكن في أوائل عصر الأسرات ظهرت وحدة قياس كانت معروفة باسم ديبين، ودي عبارة عن قطعة بيطلب الملك من النحاتين بصنعها وكتابة اسمه عليها، وبعد كده بيتم استخدامها من خلال التجار والبائعين في عمليات البيع والشراء. لكن الغريب في الأمر إن كل ما يجي ملك جديد كان بيصنع ديبين جديد خاص بيه وبيتم تداوله بين التجار والبياعين، وكمان كان لازم إنهم يغيروه ويستخدموا الديبين الجديد ده، وطبعا مع اختلاف وزنه وحجمه عن اللي قبله. وعلى مدار السنين الأثريين اكتشفوا مجموعة متنوعة من الديبينات، فاكتشفوا ديبين لونه أحمر بيرجع للأسرة العاشرة وبيكون منقوش عليه اسم الملك خيتي الثالث، واكتشفوا حجر وزنه 70 ديبين بيرجع لعصر الأسرة ال 12. وبالمناسبة الحجر ده موجود دلوقتي في متحف المتروبوليتان اللي موجود في أمريكا، بالإضافة لاكتشاف لوحة حجرية كان اسمها لوحة القاهرة القانونية، واللي بتعود لسنة 1650 قبل الميلاد. مضمون اللوحة دي اللي مكتوب عليها يعني إن في أحد الأشخاص اتنازل عن منصبه لشخص تاني مقابل إسقاط الديون عنه، واللي كانت 60 ديبين ذهبي. واللوحة دي موجودة في المتحف المصري، وكان بيظهر جنب الأوزان للمصريين القدماء صورة لميزان كان بيتم فيه وزن قلب الميت. فعلى الرغم من ده ولسه برضه ما اكتشفوش أي ميزان حقيقي ضمن المقتنيات اللي تخص القدماء المصريين، وما كانش معروف إنهم يستخدموا الميزان ده في عمليات البيع والشراء. ننتقل بقى من الحضارة المصرية للحضارة الهندية، وتحديدا وادي نهر السند، فهناك تم العثور على أقدم بقايا ميزان في التاريخ، وكان عبارة عن كفتين مثبتتين بخيوط من الحامل، ويرجع تاريخ الميزان ده لسنة 2000 قبل الميلاد. في الصين بقى تم اكتشاف مقبرة من المقابر كان موجود جواها ميزان مصنوع من الخشب وجنبه كتلة معدنية مصنوعة من البرونز علشان يستخدموها كأثقال للميزان، ويرجع الميزان ده لأسرة اسمها تشو. أما بقى في بلاد ما بين نهرين العراق فتم اكتشاف مجموعة من الأوزان تعود للحضارة الآشورية، فكانت الأوزان دي غريبة قوي، كانت عبارة عن كتل حجرية على شكل أسد، وكان عدد الكتل دي أو عدد الأسود 16 قطعة بس، ومكتوب عليها نقوش بتقول إنه بيتم استخدامها في الموازين. لكن الأغرب والمثير في الموضوع هو تفاوت حجمهم في الأوزان بنسب ثابتة، زي مثلا أسد حجمه كبير والأسد اللي بعده حجمه أصغر شوية واللي بعده أصغر وأصغر وهكذا. في جزيرة العرب زمان قبل الإسلام كانوا عندهم وحدات قياس مختلفة لقياس الأوزان والأحجام والأطوال، فبعضهم كان عربي والبعض كان من الشعوب اللي حواليهم. وبما إن كل العرب كانوا أهل تجارة فكان عندهم نوعين مهمين من الوحدات، أولهم كانت وحدة الكيل والصاع والأفيز وغيرهم، والوحدات دي كانوا بيستخدموها بشكل أساسي للحاجات اللي بتتكيل زي القمح والرز والشعير وغيرهم. وكان في وحدات تانية للوزن زي الدرهم والدينار والرطل، واللي كان بيتم استخدامهم في قياس النحاس والذهب والفضة. وبالمناسبة أسماء الدرهم والدينار هي في الأصل أسماء لوحدات قياس ومش عملات، وكانت قيمة الوحدات دي. وبالنسبة لوحدات الكيل كانت المد أصغر وحدة وعبارة عن شخص معتدل الطول ياخد كبشة بإيده الاتنين، والصاع كان أكبر من المد وتحديدا 4 أمداد. وبالنسبة لوحدات الوزن كانت أصغر وحدة بينهم هي حبة الشعير، فكان عدد 55 حبة شعير بتساوي درهم واحد، وال10 دراهم بتساوي 7 دنانير، وال120 درهم بيساوي رطل واحد. والوحدات دي موجودة لحد وقتنا الحالي واللي بنستخدمها في تحديد قيمة زكاة الفطر. من جزيرة العرب بقى ننتقل لأوروبا، فعلى مر العصور ظهرت مجموعة متنوعة من الموازين لحد ما استقرت بريطانيا في النهاية في أوائل القرن ال15 على استخدام نظام شكل النظام المستخدم في شبه الجزيرة العربية، وهو مقياس وينشستر. وده مقياس بيعتمد على وزن عدد معين من الحبوب أو البذور، فكان بيتم استخدام وعاء في معايرة الرز والملح وغيرهم. لكن بقى بعد فترة اتطور النظام ده وظهر نظام وحدات إمبراطورية واللي يعرف حاليا بإمبيريكال يونتس. النظام ده اقتبس بعض الوحدات
الوحدات اللي موجودة عند الرومان ووحدات جاية من أعضاء جسم الإنسان زي البوصة والقدم والياردة وغيرهم. وفي الوزن تم استخدام الرطل أو الباوند، فكان الرطل في البداية عبارة عن 7000 حبة من حبوب التراودة لحد ما اتحولت لرطل قياسي، وكان عبارة عن اسطوانة من البلاتين بيتم من خلالها قياس الرطل. وبدأت تنتشر الوحدات الإنجليزية دي في جميع الدول اللي كان عندها نفوذ عليها. أما بالنسبة لعنوان القصة فهيتم بناء عليه كل اللي قلناه قبل كده. وبعد سنة 1799 وبالرغم من كل التطورات اللي حصلت في المقاييس والموازين، إلا إن كل منطقة كانت بتستخدم نظام منفصل عن التاني، وعلشان كده قررت الأكاديمية الفرنسية ابتكار نظام للقياس يكون سهل الاستخدام يعتمد على القوة 10، واللي اتعرف بعدها باسم النظام المتري. النظام المتري بيعتمد ببساطة على وحدة السنتيمتر، فلو وصل السنتيمتر ل10 بيتحول للديسيمتر، ولو وصل الديسيمتر 10 يعني 100 سنتيمتر بيتحول لمتر، والكيلو متر بيتكون من 1000 متر. أما بالنسبة للأوزان فتم ابتكار وحدة الجرام، وكان الجرام بيساوي 1 سنتيمتر مكعب من المية في درجة حرارة الغرفة، والكيلو جرام عبارة عن 1000 جرام. وأول كيلو جرام معدني تم صنعه ومعياره من خلال الطريقة اللي قلناها. تم قياس أول كيلو جرام معدني من خلال إحضار 1000 سنتيمتر مكعب من المية، وبعد كده صنعوا قطعة معدنية بنفس الوزن بالظبط. لكن العملية ما وقفتش لحد هنا، فعلشان يحافظوا على درجة عالية من الدقة استعانوا بأسطوانة من البلاتين والإيريديوم، و90% من البلاتين و10% من الإيريديوم، علشان تكون قوية ومقاومة للصدأ والعوامل البيئية على مر السنين، واحتفظوا بيها جوه معمل في فرنسا. وكده يكون انتهت حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة عزيزي المستمع، أشوفك في حلقة تانية وسؤال تاني بإذن الله. سلام عليكم.